لأنه صرنا في العام 2023 فكان لازم نوقف عند أهم محطة، وهي محطة المنجمين. من أهم المنجمين يلي بتنبأ المستقبل هو مسلسل سامسون. عشان هيك جبنا لكم تنبؤات مسلسل سامسون حول الخليج العربي للعام 2023. فتابع الحلقة الأخير حتى تعرف شي تنبؤات مسلسل سامسون للدول العربية للعام 2023. إذا مهتم بسلسلة التوقعات أو التنبؤات رح أترك لكم جميع الحلقات بصندوق الوصف. بتمنى عليكم تحضروها لأنه حلقات مثيرة للجدل. معكم سامر جوني من قناة المتنبئ. دور زر اللايك واشترك بالقناة ودعمني حتى أستمر بصناعة المحتوى، وخلينا نبلش الموضوع. Hello? Yes? الملك سلمان يقوم بإنهاء عاصفة الحزم على اليمن. وقد جاء في إحدى حلقات مسلسل سامسون يلي انعرضت في عام 2007 أنه هناك نزاع بيصير بين دولتين شقيقتين في شبه الجزيرة العربية، وحسب سياق المسلسل يتم إنهاء الخلاف والحرب ويعم الفرحة على شعب البلدين، حيث يقوم الشعب برفع صورة عراب التسوية. بحسب المفسرين والمتابعين لهيدي الحلقة بيقولوا انه كان الخلاف بشبه الجزيرة العربية المقصود فيه النزاع اللي عم يصير حاليا بين اليمن والسعودية، ورح يتم انهاء هيدا النزاع واحلال السلام والامان بشبه الجزيرة العربية وكامل دول الخليج. انت عزيزي المتابع، هل بتشوف انه رح تتوقف الحرب على اليمن ورح نشهد السلام عن قريب؟ هل فعلا رح يصدق تنبؤات مسلسل سامسون حول هذا الموضوع؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. محاولة تقسيم اليمن إلى عدة دول. في إحدى حلقات مسلسل سامسون بتكون العائلة واقفة بباحة المنزل، بتكون العائلة متواجدة بباحة المنزل وبيظهر كسوف شمس كله، وعند محاولة العائلة رؤية الكسوف منشوفهم انه ما بيهتموا كتير بهيدا الكسوف، وبيقولوا انه رح يشاهدوه مرة تانية في العام 2027، ولكن هيدي المرة مش بأمريكا انما في شمال اليمن، وكأنهم عم يلمحوا انه العائلة رح تذهب في العام 2027 لشمال اليمن بالتحديد. Umbra, brace yourself for Umbra. I'm gonna see it first. No, I'm gonna see it first. Hit the road, you big load. My space toy! Oh, it's okay, homie. You can have my viewer. But Mom, you'll miss the eclipse. There'll be another one in North Yemen in 2027. We have totality, people! Wow. We'll be talking about this together for years. For years! I finally feel like part of a family. No, I can't miss out. Just one little peek. It's beautiful. بحسب المفسرين والمتابعين لهذه الحلقة بيقولوا انه في محاولة امريكية صهيونية ماسونية لإعادة تقسيم اليمن من بعد عملية توحيد اليمن يلي صارت في العام 1990، وهي محاولة لتقسيم اليمن بحسب النفوذ، حيث هناك مشروع لتقسيم اليمن إلى 3 أو 4 دول، ولكن النموذج الأقرب إلى 3 دول، حيث رح تكون كالتالي: جنوب اليمن رح يكون خاضع للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، وفي الشمال الغربي لليمن المطل على بحر العرب رح تكون هيدي الدولة مدعومة من أمريكا والسعودية، وفي شمال شرق اليمن رح تكون في دولة مدعومة من إيران والحوثيين. هل بتشوف عزيزي المتابع فعلا في مشروع أمريكي ماسوني لتقسيم اليمن أو مجرد تكهنات من المسلسل مش أكتر؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. الملك سلمان يقوم بإنهاء عاصفة الحزم على اليمن. وقد جاء في إحدى حلقات مسلسل سامسون يلي انعرضت في عام 2007 أنه هناك نزاع بيصير بين دولتين شقيقتين في شبه الجزيرة العربية، وحسب سياق المسلسل يتم إنهاء الخلاف والحرب ويعم الفرحة على شعب البلدين، حيث يقوم الشعب برفع صورة عراب التسوية.
بحسب المفسرين والمتابعين لهيدي الحلقة بيقولوا انه كان الخلاف بشبه الجزيرة العربية المقصود فيه النزاع اللي عم يصير حاليا بين اليمن والسعودية، ورح يتم انهاء هيدا النزاع واحلال السلام والامان بشبه الجزيرة العربية وكامل دول الخليج. والمقصود بعراب التسوية الملك سلمان او الامير محمد بن سلمان. كما يعلم الجميع الجهود الجبارة يلي بيبذلها سمو الامير محمد بن سلمان بخصوص انهاء عاصفة الحزم بالحد الادنى من الخسائر، ويكون في تسوية حقيقية من دون تقسيم اليمن او يكون هناك ضرب لمصالح الخليج العربي. انت عزيزي المتابع، هل بتشوف انه رح تتوقف الحرب على اليمن ورح نشهد السلام عن قريب؟ هل فعلا رح يصدق تنبؤات مسلسل سامسون حول هذا الموضوع؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. انتشار الإسلام في العالم بفضل السياحة في السعودية. في إحدى حلقات مسلسل سامسون يسافر هومر إلى المملكة العربية السعودية من أجل زيارة عمل، ويعجب بالديانة الإسلامية وبأخلاق المسلمين، ويقوم باعتناق الدين الإسلامي، وهذا مؤشر على انتشار الإسلام بشكل كبير وخاصة في السنوات القادمة. وعند عودة هومر للمنزل ما بيخبر عائلته بأنه هو اعتنق الإسلام، ولكن العائلة بتلاحظ تغيير كبير في تصرفاته، حيث عند الغداء بيرفض تناول شرائح لحم الخنزير، مما خلى العائلة تستغرب وتندهش من تصرفاته. وبالليل لما بيروح مع أصدقائه للسهر في إحدى الحانات يرفض شرب كأس من الكحول. وفي الليل بتشوف ليزا سامسون وهي ابنة هومر بأنه بيا عم يقوم بحركات غريبة في البداية، وهون هي بتعتقد بأنه عم يقوم بحركات يوغا حتى يتبين لها أنه عم يقوم بالصلاة اتجاه مكة. It looks like he's praying. To the east, the Middle East, Mecca. وفي آخر الليل بتكون العائلة عم تتناول العشاء، حيث يتبين بأنه هومر يقوم بقراءة القرآن الكريم. وانت عزيزي المشاهد، هل بتشوف الأمر أنه فعلا واقعي أو مجرد خيال مش أكتر من صناع المحتوى؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. اكتشاف آبار مياه جوفية في الصحراء السعودية. في إحدى حلقات مسلسل سامسون يلي اجت في عام 2002 عرض حلقة انه هومر وهو بطل المسلسل بيذهب الى السعودية من اجل رحلة استكشاف. بقوم الجمل اللي كان معه بالهروب وبيضل الطريق وبيضل ضائع لمدة بتزيد عن 20 يوم، حتى بعدين يكتشف انه في واحة من المياه. بالبداية بيفكر انه عم يجي اوهام، ولكن لما بيقترب منها بتبين انه هي فعلا حقيقة. من بعدها لحتى تتفجر المياه وتبين آبار مياه جوفية كانت موجودة بقلب الصحراء، حيث هيدي الواحة ما هي عبارة إلا عن مياه جوفية موجودة تحت الأرض. كما يعلم الجميع وبحسب المفسرين والمحللين لهيدي الحلقة أن المملكة العربية السعودية بتعاني أحيانا من الجفاف وانقطاع المياه الجوفية، وبتعتمد السعودية على مواردها المائية بشكل عام على تحلية مياه البحار. ولكن مش غريب أنه يكون الخير كل الخير بأرض خاتم الرسل، حيث حيتبين مش بس موجود بالصحراء آبار نفطية، ولكن حيكون فيه إذا صح التعبير آبار مياه عذبة تشبه مياه زمزم. وهل بتشوف فعلا رح يصيب هذا التوقع؟ عطينا رأيك بخانة التعليقات. غزو أمريكي جديد على العراق. في إحدى حلقات مسلسل سامسون يلي اجت في عام 2012، أي بعد الغزو الأمريكي على العراق يلي صار في عام 2003، بيكون في مشهد داخل متجر أو مول في شخصين عاملين مثل كشك صغير أو كياسكو صغير، وعم يحاولوا يقنعوا الناس الدخول إلى الخدمة الوطنية أي الانتساب للجيش الأمريكي، وذلك من أجل محاربة العراق. فيطلبون من المرة الانضمام إليهم، وبكون هومر جزء من الفريق يلي عم يحاول يقنع الناس للانضمام للجيش. بكون عم يردد ويقول: أتودون كسب المال الإضافي لمصروف جيبكم؟ ولكن بنلاحظ أنه أغلب الناس بيرفضوا الذهاب والانضمام إلى الجيش.
فهون بيحاولوا انه يغيروا الخطة، فبعد ما فشلوا باقناع الناس للدخول للجيش الامريكي بينتقلوا لبلان بي، بيحاولوا انه يقنعوا المراهقين، ولكن ايضا انه بيفشلوا في اقناعهم. حتى هون يغيروا الخطة بشكل نهائي ويتوجهوا لاقناع الاطفال، محاولة لغسل ادمغتهم قبل ما يكبروا ويصيروا مدركين وعارفين للعالم الواقعي، حيث بيذهبوا الى عرض مسرحي داخل احدى المدارس الامريكية بكون فيها 2 من الجيش الامريكي عم يحاول اقناع الاطفال للانضمام للجيش وانه حيكون مستقبل افضل لهم. بيتم عرض فيلم وثائقي عن قوة الجند الامريكي وانه هو منقذ البشرية وبطل شجاع، وهون بينبهروا فيه الاطفال وبينعجبوا كتير وبيصيروا متحمسين للدخول للجيش الامريكي. حتى يكملوا خطتهم بغسيل أدمغة الأطفال، من بعدها بتجي فرقة موسيقية وهي هالفرقة بتكون تابعة للجيش الأمريكي، وبصيروا يعملوا حفل وبيحاولوا يقنعوا الأطفال أنه الدخول للجيش الأمريكي فعلا ممتع. وفي مشهد آخر بقول هومر لزوجته أنه ذاهب للعراق من أجل الحفاظ على سعر برميل النفط تحت سعر $100، والعراق بشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي بعدم التزامه بالتسعيرة الأمريكية العالمية. وهذا دليل أنه حيكون في حرب تانية على العراق، ولكن هالمرة رح يكون الغزو مختلف، حيث زعموا الأمريكية أنه في أسلحة دمار شامل، وهالمرة حيزعموا أنه العراق عم يتلاعب بالتسعيرة العالمية حتى يضربوه اقتصاديا بالآبار النفطية. ونشوف أنه هومر وصل للعراق وكان عم يتكلم مع قائد الجيش الأمريكي، وبيقول له قائد الجيش أنه يريد أن يقوم بمناورات حربية لإخافة العراقيين، ثم نرى خروج الجيش الأمريكي من السكنات العسكرية إلى وسط المدينة والسير بالدبابات واحتلال العراق وفرض هيمنة أمريكية جديدة في العراق. كلنا بنعرف إلى الآن ما زال متواجد الجيش الأمريكي على الأراضي العراقية، ولكن بشكل سكنات عسكرية بعيدا عن المدنيين. ومنلاحظ أنه هومر يقوم بالاختباء في سرداب سري تحت الأرض، وكأن أمريكا بتأكد أنه هيدا اللي حصل وقت إلقاء القبض على الرئيس الراحل صدام حسين. ومنشوف أنه هومر قام بالاختباء بالسرداب بمساعدة صديق لإله، ولكن صديقه كان خائن وراح وأبلغ عن مكانه مقابل مكافأة مالية. وهذا دليل بأكد المسلسل على أنه كان في خائن قام بالإبلاغ على مكان اختباء الرئيس صدام عن طريق أحد العملاء الأمريكان مقابل مكافأة مالية. في مشهد آخر منشوف الجيش الأمريكي يقرر قصف الآبار النفطية العراقية من أجل ضرب العراق اقتصاديا، ونرى عملية قصف تتم عبر شاشة إحدى الطائرات الحربية، حيث يقول قائد الطائرة: العراقيون مرة أخرى سأطلق الصاروخ الذكي، أي دليل أنه هيدا غزو جديد على الآبار النفطية العراقية من أجل شلة وضرب الاقتصاد العراقي. ولكن المفاجأة أن الجيش العراقي يقوم أيضا بالتحليق الجوي بالطائرات الحربية العراقية من أجل ضرب الطائرات الأمريكية، ويذكر أحد الجنود ويقول: حبك مميت أكثر من صدام. وعندما يرى الجيش الأمريكي قوة وعزيمة القوات الجوية العراقية، يقول أحد الجنود الأمريكان: لهذا علي أن ألقي القنبلة، ويقصد على آبار النفط قبل الانسحاب الجوي. في آخر الحلقة بنشوف أنه عشرات من الجيش الأمريكي يقعون في قبضة الجيش العراقي أسرى، ويقرر الجيش الأمريكي الانسحاب الكلي من العراق وتوقيعهم على اتفاقية والانسحاب من البلاد. وفي آخر المشهد تقول ليزا سامسون: أيها العقيد، أرجو أن تكون قد تعلمت أن قوة الاحتلال الأجنبي لا يمكنها أبدا هزيمة شعب محلي عاقد العزم الدفاع عن أرضه. أعطينا رأيك بخانة التعليقات. هل فعلا بتعتقد أنه مسلسل سامسون يعلم الغيب ورح تتحقق جميع تنبؤاته للعام 2023، أم سوف تؤجل لموعد آخر لا يعلمه إلا الله؟ إذا مهتم بسلسلة توقعات رح أترك لكم جميع التوقعات للعام 2023 لجميع المنجمين بصندوق الوصف. مثلا انك تحضرها، تشترك بالقناة، تدعمنا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا كان كل شيء، بشوفكم بحلقة الجاي.